انجلترا دخلت المونديال بانتصار كبير ضد كرواتيا 4 الاهداف مقابل 2، ولكن ما كانش الماتش سهل نهائيا. في الدقيقه 12 هاري كين فتح التسجيل من ضربه جزاء اللي الحارس صدها في الاول، ولكن الحكم عاودها وكين في المره الثانيه ما ضيعهاش. كرواتيا ما بقاش ساكته. في الدقيقه 36 باتورينا سجل هدف زوين ورجع الماتش للتعادل، ولكن انجلترا ردت بسرعه. في الدقيقه 42 هاري كين رجع وسجل الهدف الثاني براسيه من الركنيه ديال ديكلان رايس. قلنا انجلترا غادي تدخل مرتاحه للاستراحه، ولكن في الدقيقه 45 زائد 5 بيتار موسى سجل كرواتيا وخلى الشوط الاول يسالي ب2-2. شوط اول مجنون، انجلترا كتسبق، كرواتيا كترجع، ولكن في الشوط الثاني الفرق بان. في الدقيقه 47 مباشره من بعد البدايه بيلينغهام سجل الهدف الثالث، وهذا الهدف قلب الاحساس ديال الماتش كامل. كرواتيا حاولت، ولكن انجلترا ولات اسرع، اخطر واكثر هدوء في الهجمات. وفي الدقيقه 85 راشفورد دخل من البدلاء وسجل الهدف الرابع من تمريره ديال ساكا. النتيجه 4-2. انجلترا بينات قوه هجوميه كبيره، ولكن في الدفاع عندهم بزاف ديال الاسئله. حيت ملي كتدخل المونديال وكتربح كرواتيا برباعيه هذه بدايه قويه، ولكن ملي كتقبل 2 اهداف خاصك تصلح الاخطاء بسرعه.